تحريم الخمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس يخبرهم بتحريم الخمر، وجعل الناس يطوفون إن الله حرم الخمر. جعل الناس يسكبون الخمر من جرار عندهم في جرة، كان الخمر وقربة، جعلوا يسكبونه في الطريق، فلو كان نجسا وجعلوا يخوضون بأقدامهم ويذهبون يصلون في المسجد، فلو كان نجسا لما جاز لهم أن يعني يسكبوه في الطريق، لأنه لا يجوز أن تمتلئ الطرق نجاسات. هذا دليل. من الأدلة أيضا أن أحد الصحابة كما عند ابن عبد البر وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم براويتي خمر قبل أن يعلم بتحريمها. الصحابة كانوا إذا سافروا بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بثياب حرير، لا يعني أنك يا رسول الله البسها، لكن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء. فجاء هذا الرجل براويتي خمر، وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا، يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه. فقال له مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه. فقال له